السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الإنجابي في فيديو جديد من ريفيوهات من زمن فات. بنتكلم اللي ما شفناش قبل كده، يعني بنتكلم في الفيديوهات دي عن الأجهزة المستعملة. بنستعرض جهاز مستعمل جديد في كل فيديو أو أكثر. بنتكلم عن مزايا وعيوبه والسعر المقترح ليه، يعني لو أنت بتفكر تشتري. الجهاز اللي معانا النهاردة هو ريدمي S2 من شاومي. جهاز نازل تقريبا من 5 سنين، معالج سناب دراجون 625 14 نانومتر. كاميرا خلفية أساسية 12 ميجا، وكاميرا عزل 5 ميجا بكسل للبورتريه مود يعني، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، كاميرا عريضة للسيلفي. في بصمة خلفية، بصمة سريعة مفيش فيها أي مشاكل. الجهاز بيجي هنا مخرج السماعة أو اللي هو 3.5 مللي يعني سوكت السماعة، وهنا انفراريد للريموت، يعني زي معظم أجهزة شاومي اللي بيستخدم أجهزة شاومي. اللي معرفش ده ممكن يبقى يستخدم كريموت، يعني ممكن تنزل برنامج شاومي أو هو ممكن يكون موجود فيه اوريدي أصلا وتستخدمه كريموت للأجهزة المختلفة في البيت. من الجهة دي هنلاقي بس درج الشريحة، شريحتين وكارت ميموري. هنا الأزرار، زر الباور وزرين الصوت، خفض ورفع الصوت. هنا هنلاقي مدخل USB مايكرو، المدخل القديم. هنا سماعة، هنا المايك، مدخل السماعة مخرج السماعة، وهنا مدخل المايك. الجهاز بيجي بنسختين بالنسبة للسوق المصري، 232 و 464. النسخة دي من الجهاز 464 جيجا، اندرويد 9. نسخة شاومي مي يو اي 12. يعني هي دي المواصفات الأساسية بتاعت الجهاز. شاشة 6 بوصة، الأبعاد القديمة للأسف، أو مش للأسف، هو يعني حاجة كانت من 5 سنين، ما كانتش لسه الأبعاد الجديدة والفريمليس، شاشات الفريمليس والووتر دروب نوتش والحاجات دي لسه كانت انتشرت يعني، فده الطبيعي وقتها. بس يعني احنا ممكن نتكلم على مزايا الجهاز وعيوبه. يعني مزايا انه ممكن نقول انه الجهاز متوسط جدا، ما فيش حاجة فيه مش موجودة، يعني كل حاجة موجودة بس إن كانت قليلة أو متوسطة بس موجودة، يعني الحد الأدنى من كل حاجة موجود. يعني محدش هياخد الجهاز مثلا ويقول والله ما فيهوش كاميرا أو الكاميرا بتاعته سيئة. هي الكاميرا بتاعته مش أحسن حاجة بس يعني معقولة بتقضي الغرض يعني. مفيش حد يجي يقول مثلا والله الجهاز ما بيعملش كذا، ما بيشغلش كذا، لا هيشغل كل حاجة ويعمل كل حاجة. دي في حد ذاتها ميزة كبيرة. يعني ممكن نقول العيوب بقى انه يعني البطارية رقميا 3000، لكن مش ممكن ما نحطهاش في العيوب حتى لانه فعليا البطارية كويسة يعني. 3000 وكسور، ورقميا ممكن تكون ما بتشغلش حاجة، يعني ما بتقعدش ساعتين، لا بس فعليا البطارية ممكن تكمل معاك اليوم عادي جدا يعني. العيوب بقى انه مفيش حاجة فيه عالية، يعني الكاميرا عادية. سرعة الجهاز مش فائقة، سرعة عادية جدا. تشغيل الألعاب هيشغل معاك كل حاجة بس بسرعة متوسطة أو عادية. فاللي بيدور على جهاز فائق يعني أو أي حاجة فيه تكون زيادة مش الجهاز ده. بس يعني احنا مفيش حاجة نتكلم عليها أكتر من كده. غير بقى سعر الجهاز، يعني سعر الجهاز النهاردة في السوق المصري هو أولا عشان برضو نبقى واضحين في الكلام، الجهاز ده مش منتشر كتير في السوق المصري. يعني في أجهزة كتير نزلت معاه، يعني مثلا الجهاز ده نازل مع تقريبا النوت 7 أو النوت 8 في نفس الفترة بتاعتهم، منتشرين جدا عنه. يعني الاس 2 ده لو واحد بيدور عليه مستعمل ممكن ما يلاقيهوش أو يلاقيه بصعوبة جدا، يعني مش منتشر خالص. وينتج عن ذلك فكرة إنه لو إنك هتدور له على اكسسوار بعد ما تشتريه، أو لو أنت عندك الجهاز اوريدي يعني مش هتلاقي له سكرينة وجراب بسهولة، هتلاقيهم بس برضه هتدور عليهم شوية. وهكذا في الصيانة، القطع الغيار بتاعته متوفرة، يعني احنا بالمناسبة الجهاز ده مغير باغة.
موجودة ومتوفرة وكل حاجة، بس مش أكتر حاجة انتشارا يعني، هتلف عليها شوية برضو. آه، بس يعني احنا ممكن نتكلم بقى عن موضوع السعر. يعني سعر الجهاز ده تقريبا في السوق المصري متوسط سعره يعني من 2000 ل 2500، وده يعتبر سعر رخيص جدا بالنسبة لجهاز 64 جيجا مثلا. ليه؟ لأنه الجهاز ممكن نقول إنه الخامات بتاعته مش أحسن حاجة، جهاز بلاستيك، جهاز قديم فتاريخ 5 سنين، غير لما تشتري جهاز 64 لسه نازل من السنة دي أو السنة اللي فاتت. الجهاز ده سعره أنا ببيعه ب1800 جنيه عشان موضوع إن هو مغير بياضة ده. بس لو أنت تشتري كاس ريفينو ممكن تلاقيه في حدود 2500 مثلا مع المتعلقات بتاعته، وبيقل عن كده بقى كل ما بتزيد حالته سوءا يعني. بس دي كل حاجة النهاردة ممكن نتكلم عنها، واللي عايز استفسار أو عايز يفهم أي حاجة يكتب لنا في التعليقات.